السلام عليكم. هعمل معاكم كباب حلة بالخضروات وصوص البنية. حطيت سمنة على النار، ولما سخنت نزلت باللحمة ومعها معلقة كبيرة توم مفروم، شوحهم سوا. بعد كده لغاية لما لون اللحمة يتغير. بعد كده احط بصل وفلفل رومي وطماطم مقطعاهم مكعبات، واحط التوابل واشوحهم كلهم مع بعض، وبعدين اغطيها واسيبها تغلي غلوة. بعد كده اوطي عليها واسيبها بقى لغاية لما تستوي. لو ما استوتش بمية الخضار اللي هتنزل ازودها مية، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم. هعمل معاكم سجق اسكندراني بالخضروات. طاسة على النار فيها زيت، لما يسخن اكون مقطعة السجق ومنزلاه في الطاسة، هشوحه لغاية ما لونه ما يتغير. وبعدين احط له معلقة كبيرة توم مفروم وبصلة مقطعة شرايح، وهشوحهم مع بعض. حطيت توابل فلفل اسود وبهارات وكزبرة وبابريكا. حطيت فلفل رومي وحامي، وهشوحهم مع التوابل والبصل والثوم والسجق. بعدين لما يتبالوا بقى اروح حاطه الطماطم مقطعه مكعبات، وهشوح بقى كل الخضار ده مع السجق لغاية لما يستووا كلهم كده مع بعض، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم حواوشي في العيش البلدي. بشرت بصلة وقطعت طماطم من غير البذر، وقطعت فلفل رومي وحامي. حطيت نص كيلو لحمة مفرومة والتوابل، بهارات لحمة وبهارات حواوشي وكزبرة وملح وبابريكا. هقلب كل ده مع بعضه، وبعدين اجيب العيش البلدي اقطعه نصين كده واروح حشيه بقى. بعد كده اروح اعمله اسويه، احط جريل او صينيه او طاسه، احط شويه زيت واحط فيهم الحواوشي يتحمر من ناحيتين. لما يتحمر، وطبعا النار تكون واطيه على الهادي خالص، زي ما اكون بسوي الرز كده اهو. بألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة كبدة مقلية بالرد. هعمل التتبيلة: معلقة صغيرة توم مفروم ومعلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود وكمون وكزبرة. حطيت معلقتين كبار خل، وعصر ليمونتين. قلبت التتبيلة، حطيت عليها نص كيلو كبدة شرايح. بعد كده عملت الكبدة بالردة. هقدم معاها بطاطس محمرة، يعني احمر البطاطس الاول قبل الكبدة. قطعت البطاطس وغسلتها وصفيتها ورشيت عليها ملح وقلتها. هنا بقى انا بقلي الكبدة ما غيبش عليها في التحمير، عشان ما تنشفش مني ويبقى طعمها مش حلو. اول ما تدي لون كده اقلبها على الناحية التانية واطلعها على طول. وادي الاكل كده كان خلص، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة شوربة عدس بالشعرية. جبت ربع كيلو عدس، غسلته ونقيته وغطيته بالمية، وحطيت له 2 طماطم وبصلة ومعلقة كبيرة توم مفروم، وسبته يتسلق. وبعد ما اتسلق هسيبه يبرد واضربه في الخلاط. بعدين احمر الشعرية واحط معاه التوابل ومرقة، وبعد الشعرية ما تتحمر اروح حاطه عليها العدس اللي انا ضربته في الخلاط، واسيبه بقى لغاية لما الشعرية تستوي مع العدس واقدمه بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم كبدة اسكندراني. هتبل الكبدة الاول. دي كبدة عصافيري، حطيت لها ملح وكمون وكزبرة وتوم وخل و... وليمون. تبلتها الاول، بعد كده هسويها بقى.
طاسة على النار فيها زيت، لما يسخن احط التوم اشوحه، اروح حاطة الكبدة اشوحها هي كمان لغاية لما لونها ما يتغير، واحط لها برضو نفس التوابل، كمون وكزبرة وفلفل. بعد ما لونها يتغير اروح حاطة الفلفل الاخضر ومشوحاهم مع بعض الاتنين، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم فراخ كنتاكي في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبتتبيلة روعة، وهعمل كمان بديل الأرز البسمتي بالفراخ. جبت الفراخ غسلتها وصفتها، حطيت التوابل والملح وحطيت مية، هسيب الفراخ تتنقع في المية والتوابل لمدة ساعتين في التلاجة. هحمر لسان العصفور في سمنة وزيت، ولما يحمر احط الخضار والتوابل اشوحهم مع بعض، واحط المية المغلية واسيبه يشرب. شلت الفراخ من التتبيلة وأبهر الدقيق بنفس البهارات، وحطيت معلقتين نشا ومعلقة ملح ومعلقة بيكنج باودر. وهنا اللسان العصفور كان يتشرب، نقلته على عين صغيرة وهديت عليه النار واسيبه يستوي. نغست الفراخ وبدرتها بالدقيق وحطيتها في المية ورجعتها في الدقيق تاني. اقلي الفراخ في زيت غسيل ساخن على نار متوسطة على الناحيتين، ولما تستوي اقدمها مع لسان العصفور، وبألف هنا وشفا.